بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي كان فترة ما كان في الانتخابات احنا حذرنا وقلنا ان هو كان في امور معينة قد نستخرج منها ان هو ضد القانون وضد الدستور، لما قال ان انا هعيد محاكمة مبارك، ولما قال ان قرارات المحكمة حتى لو برأته هنحبسه تاني. دي كان خلتنا نخاف منه شويه. وبعدين لما جه وبعدين الاعلان الدستوري المكمل كان بيقول ان هو يقسم امام اللجنه الدستوريه، فهو عمل حركه كده احنا يعني ايه قلنا نستظر ونشوف هيعمل. جه قبلها في مجلس الشعب وفتح الجاكيت وقال انا بيكو محمي بيكو، من الاخوان اللي موجودين طبعا مع القوى السويه الثانيه لكن معظمهم اخوان، محمي بيهم في الميدان، واقسم امامهم اليمين الدستوريه عشان يقلل من قيمه هذا اليمين القسم الجمهوري، قسم الاسلام بتاع الجمهوريه. جه تاني يوم قاعد في وسط اتنين من بتوع القضاء مكتئب ووضح على وشه الاكتئاب وان هو متضايق جدا، وقال ان هو بيحترم القانون وان هو بيحترم الدستور واللجنه اللي هي المحكمه الدستوريه العليا، واقسم قدامها القسم اللي هو المفروض يكون القسم القانوني. ثم في نفس اليوم راح رايح جامعة القاهرة وأقسم ثالث مرة عشان يفقد القسم قدسيته أو رمزه، ان هو كرمز لا افقده، قالوا في 3 مرات امبارح النهارده مرتين، يبقى اذا القسم ده ولا حاجه. الخطير في الوقف ده ان هو كان ساعتها قال ان المجالس المنتخبه ستعيد نشاطها مره اخرى. الناس قالوا هو بيقول ان هو على مجلس الشعب وكان جايب الكتاتني معاه، لا ده في دوس على الدستوريه، وقال انا بحترم اللجنه الدستوريه وبحترم الدستور وبحترم القضاء. ماشي، يبقى اذا هو لو حب يرجع مجلس الشعب كان هيجيب يعني قضاء ولا اي طريقه يعني يستأنف ولا ايا كان بقى حاجات القضاء اللي بيتعمل فيها ويرجع بيها مجلس الشعب. ده كان اول سقطه حسينا ان هو نخاف منه شويه. وبعدين راح جاي قال طبعا الجيش يعود سكنات، ودي فرحت ناس كتير، والراجل قلنا ابتدى ياخد سلطات وهيبقى الكلام فيه كويس. يومها قالوا ان هو ما جابش الشيخ الازهر وما اخدش مكانه، فالمتحدث باسم اللي هو يعني المفروض مكان متحدث باسم رئاسه الجمهوريه قال ان هو اعتذر لشيخ الازهر. شيخ الازهر قال لا ما اعتذرش، ثاني يوم لا ده اعتذر لشيخ الازهر، شيخ الازهر قال ما اعتذرش، ثالث يوم قالوا اعتذر وشيخ الازهر قال اعتذر. انا مش بقول الكلمه ده ان هو قصه، لكن ان هو بيبتدي فيه خطوات، ان حتى زي ما كان بيحصل ايام حسني مبارك يقولوا لا ده حصل كذا وهو ما حصلش. فالكذب ده من القائم بالاعمال اللي هو القائم باعمال المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه، ده شيء كان موجود ايام حسني مبارك، واحنا يعني نربأ ومش عايزين ان هو يحدث ثاني ايام محمد مرسي. انقضت الموضوع ده وفات. بعد كده سمعنا ان ابنه راح استقبل الغنوش في مطار القاهره في قاعه كبار الزوار، ومش عارف اهداء ايه حاجه كده من الجمهوريه. طب ابنك لو كان الكلام ده صدق، احنا سمعناها في التلفزيون، انا ما اعرفش طبعا، لكن اللي قالوا في التلفزيون قالوا يطلعوا ويقولوا انه ما حصلش، وصحفيين قالوا الكلام ده كذابين او يحاكموهم يعملوا اي حاجه، المهم يظهر انه ما حصلش. ما حصلش ان هم نفوا الكلام ده، ولا حصل ان هم جابوا صحفيين، ولا حصل ان هم حاكموا صحفيين على الخبر الكاذب، ولا حتى سالوهم عن الخبر لو كان الخبر كاذب. احنا مش عايزين جمال مبارك يرجع تاني. الراجل ده ابنه في الزقازيق، خلاص يخليه في الزقازيق، ملوش علاقه بالحكم ولا له علاقه بمسائل الحكم والكلام ده كله. سكتنا وقعدنا كام يوم ننتظر، فوجئنا النهارده من نص ساعه ولا من ساعه الا ربع ان هو طلع القرار الجمهوري اللي احنا كنا نخشاه جميعا بعوده مجلس الشعب. هيقول طب احنا ما بنخشاهوش، الناس مش عايزين بتاع ده منتخب، ده مش عارف نازل قبيل منتخب، ولكن احنا دوله قانون، دوله بتعتمد على القانون. الاخوان لما كان في الفتره اللي فاتت قلنا عطلوا الدستور، قلنا عشان يشوفوا لهم رجل في اصل السلطه فين. لو لهم رئيس هيخلوا الموضوع يبقى خلاص بقى يبقى جمهوري وبراحته خالص ورئاسي، ويقول اللي هو عايزه زي ما هو عمل دلوقتي، يقول قرار جمهوري عوده مجلس الشعب. احنا ايام حسني مبارك هنا ولا ايه؟ ايه قرار جمهوري يعني؟ مش فاهم. يعني هو قرار جمهوري يجب القانون، يبقى انت بقيت فوق القانون تاني، يبقى قراراتك فوق القانون؟ لا، احنا نرفض هذا الموضوع. اعتقد ان عوده مجلس الشعب بهذه الكيفيه اللي هو بيقول عليها، يقول لك هو لمده شهرين بعد انتهاء من الدستور، مش شهرين من دلوقتي، لا لما يبقى انتهي الدستور ان شاء الله، لو اتعمل الدستور ولو ما تدخلش وقال لك لا اللجنه دي مش عجباني هحط لجنه دستوريه ثانيه، لا ده انا هعمل كذا. ما هو كل قرارات الجمهوريه انفتحت بالمنظر دوت، وكل سنه وانتم طيبين يا بتوع القانون،
اقعدوا بقى في اماكنكم تاني. هنفتكر حسني مبارك لما كان بيطلع قانون معين بحاجه معينه يقوم حطه في الدرج وانتهينا. حتى رؤساء الجامعه كان بيطلع قانون بحاجه معينه يحطه في الدرج ويعملوا. احنا رجعنا لهذه المره ثانيه ان هو شخص انا ربكم الاعلى. لا، انت مش ربنا الاعلى. في قانون يطبق علينا وعليك، وانت واحد زي ما انت قلت خادم عند الشعب ولست سيدا لهذا الشعب. يعني المفروض الكلام ده يبقى واضح للجميع. رئيس الجمهوريه خادم للشعب، وظيفه زي اي وظيفه من وظائف اللي موجوده في الكادر الحكومي او في الجامعه في الجمهوريه بصفه عامه. هو له وظيفه وليست والوظيفه تؤهله انه يبقى فوق القانون. القانون فوق الجميع ويجب ان يعلم الجميع هذا. لو كان هو قدوتنا بيعمل كده كلنا هنكسر القانون. هو احسن مننا في ايه؟ ربنا يستر.